لو تجيب لي واحد بكاميرا من عندك الصبح هفرجك على الاقل 20 مواطن، ستات وبنات وشبان ورجاله بياكلوا من الزباله، بياكلوا من الزباله. انا صورت ده. طيب يا عم احمد، الامر كده يا عم احمد، القصيده الجميله ديت احنا يعني عرفناها اول مره من الشيخ امام، هو غناها في الجامعه سنه 73 قبل الحرب مباشره. وكان الطلبه صوتهم هدير يعني قوي جدا، ويعني يقال انه السادات يعني ربما عجل بالحرب لانه كان خايف فعلا من ان تحصل دي معلومه صحيحه، ثوره شعبيه بسبب القصيده دي. انا عايز اسالك، احنا ليه ما عندناش شيخ امام؟ ليه القصيده والاغنيه والكلمه فقدت تاثيرها على الناس وعلى الشارع في مصر؟ دي مرحله انتقاليه. طب ما هم بعد سيد درويش بكام سنه ظهر الشيخ امام. استنى بعد الشيخ امام كمان 5-6 سنين هيظهر تاني. ما تخافش، مصر ولاده ما بتكفش عن الولاده. هقول لك على حاجه، المراه العربيه دي هي اللي بتقود دلوقتي النضال ضد تحولنا الى هنود حمر، ضد نحو يعني ضد الاباده، يعني نحو الجنس العربي. انت عارف القضيه الفلسطينيه، انت عارف مين اللي عامل ملحمه الصمود الاسطوريه دي؟ المراه الفلسطينيه هي اللي عماله تولد وتقدم. كل النساء يلدن في العالم لاجل الحياه، الا المراه الفلسطينيه تلد لاجل الشهاده. هذه هي البطله الحقيقيه. طول ما دي موجوده ما تخافش على الوطن، ما تخافش على مصر، ما تخافش على العرب. صدقني امنا موجوده هتفضل تلد وانت ما تقدرش تسحب خيبه جيلنا على الجيل اللي بعده. يعني فاهمني؟ ايوه، انا متفائل خالص. طبعا يا عم احمد، انا بحب الناس وبحب الحياه، والناس ما زالوا قادرين على الانجاب وعلى التغيير. انما الله يسامح بقى النخبه المثقفه ويسامح الاخوان على الشيوعيين، على ان دول ناس مدين ظهرهم يا خالد للناس ووشهم متوجه للسلطه. الحوار مع السلطه والخلاف مع السلطه والغزل للسلطه، اما الشعب ما يقولوش. بعدين يقول لك ده الشعب ما بيتحركش. طب هو انت كلمته وانت رحت كلمته واتفقت معاه؟ يعني رحت فهمته؟ ملوش دعوه بالشعب هم. طيب يا عم احمد، دايما الشعب بيبدا من جواه فجاه. طيب الدكتور مصطفى عايز اقول لك حاجه. يعني طبعا انا سعيد جدا يا استاذ احمد ان بشترك معاك في حوار، لان انت بالنسبه لي يعني مصر، انت مصر. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حقيقي. بس خليني يعني اطرح سؤال حقيقي بتصور انه بيشغل بال كل المهمومين باللي بيحصل في بلدنا يا استاذ نجم. أيوة. ليه في مصر المبدعين ما بيتلاحموش مع الناس؟ يعني مثلا اللي حصل في مصر مؤخرا ان راجل زي عادل امام اللي هو الناس رفعته الى مستوى رائع بالحب وبالمال، يطلع يقول والله التعديلات الدستورية دي اخر جمال، وانتوا ناس ما بتقدروش الجميل، وانتوا شعب يعني ما يستاهلش الا ضرب النار. ازاي؟ ايه اللي بيحصل يجعل من المبدع يصل الى هذا؟ يا دكتور مصطفى الراجل ده بيدافع عن ملياراته. يا عم احمد، احنا بيدافع عن مليارات حقه. معلش احنا مش عايزين يعني نجرح في اي شخص في البرنامج. لا هي دي سياسه القناه. بس انا ما بجرحوش. هو كان على هو او غيره كان على اكتاف الناس. قلق من القعده، نزل وقف في داهيه. يمر في ده. طيب يا عم احمد، انت دي قصيده من الروائع. دول مين ودول مين؟ دول اولاد الفلاحين، دول عساكر مصريين. انا عايزك تقول لي في المشهد السياسي المصري النهارده دول مين ودول مين؟ انت قلت في حديث صحفي مؤخرا انك مش عارف مين اللي بيحكم مصر. فيعني ايه معنى الكلام ده؟ انت اللي بيحكم مصر؟ عارف قول لي عليه. قول لي هو ساكن فين؟ طب بعد البرنامج. الناس بتوع نيويورك تايمز راجل بيسالني بيقول انت ايه رايك في جمال مبارك؟ قلت له وانا اعرفه؟ ما ده راجل جه من امريكا قالوا ده مش لجنه السياسات، بيجيبوهم زي ما يكون عندهم جرام.
يمد ايده يطلع وزير الخارجيه بدل عمرو موسى، يمد ايده يطلع رئيس وزراء بدل سيء الذكر والسمعه اللي اسمه عاطف عبيد، طالع جاي النبي. برضه ارجوك بدون تجريح، ارجوك. انا ما مش بشتم، ده انا برضه دخل بيني وبين ربنا. انا بطلب من ربنا القصاص، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يعني دلوقتي موضوع التوريث طبعا ورد في المطالب في البيان التأسيسي اللي أصدرتوه، يعني أنا قدامي البيان التأسيسي، طبعا حضرتك أول الموقعين عليه، وطبعا في الأستاذ بهاء، والأستاذ محمد البساطي، أسماء كتيرة حقيقة يا ريت نقدر نقولها. بس يعني واحد من المطالب طبعا هو رفض التمديد أو التوريث. طبعا في هذا الموضوع يعني طبعا طاغي الآن في الساحة السياسية المصرية. هم جهزوه والامريكان مطنشين، واسرائيل بتدعمه عشان بيديها كل حاجه، بس مش هيحصل. خليك فاكر اللي بقول لك عليه، اقسم بالله العظيم ده ما هيحصل. واذا خلوا الشاب ده يحكم مصر هيبقوا بيبنوا عليه، لانه هيدفع حياته ثمن الحكايه دي. ولكن يعني هو يعني في طبعا هم يعني موقف الحزب الوطني هو انه اي شخص يقدر يترشح في انتخابات الرئاسه، وبالتالي يعني كونه ان هو ابن الرئيس يعني مش لازم يكون عائق ان هو يترشح لاي منصب في الدوله يعني. طب انا هاخد من الكلام ده. جمال مبارك هيترشح، انا هترشح قصاده. ينفع؟ يعني هم بيقولوا اي حد اذا استوفى الشروط المطلوبه ينفع طبعا. انا ارشح نفسي قصاده هو وابوه. يعني طبعا هناك شروط في الماده 76 طبعا. لا هي دي هو هنا المربط الفرس. الشروط اللي انت مش مواطن يا استاذ احمد. مين يملك انه يعدل الدستور، دستور مصر اللي اتكتب بدم العمال والفلاحين والطلبه والمصريين؟ ده الدستور ده مكتوب كلمه بدمنا. واحد يمد ايده ويروح معدل الدستور وهو مش موضوع ثقه. وبقت الحكايه دي مش مستخبيه، الناس كلها لا تثق في حسني مبارك. يمد ايده هو وعصابته، والدستور ايه؟ هو الناس حد عارف حاجه عن الدستور؟ عدلوه ولا عوجوه؟ طبعا يعني بياكلوا بالسرقه وضاعوا البلد. احنا طبعا يعني طبعا هو يعني سياستنا اننا نحترم كل المسؤولين في وكل اي شخص يعني طبعا سواء كان في الحكم او في المعارضه، يعني نحن نحترمهم جميعا. بس طبعا في مصر يعني خصوصا انه السيد جمال مبارك يعني يعقد قرانه بعد عده ايام، واكيد كلنا نتمنى له بالوفاء والبنين السعاده، وسيكون الزفاف في نفس يوم يعني عيد ميلاد الرئيس مبارك يوم 4 مايو، وقافلين شرم الشيخ تماما. ونعم شرم الشيخ مقفولة عشان القران الميمون ده. الله يرحمك يا خبير يا اسماعيل. طيب يعني هو السؤال هو انت كنت قبل كده بعت رسالة للرئيس مبارك عبارة عن قصيدة بمناسبة عيد ميلاده، يعني هل في شيء محدد تحب تقوله له في هذا العام في يعني في هذه المناسبة؟ الرئيس مبارك ايوه عايز اقول له ان راح اكتر من اللي جاي، واتقي الله، انت هتبقى بين ايدين ربنا قريب. اتقي الله لانك انت هتتنجد هناك على اللي عملته في مصر. طيب الشاعر الكبير، انا عايز اسالك على حاجات كتير، عندي يمكن 200 سؤال وعندنا وقت قليل، فيا ريت تخلي اجابات. وانا تحت امرك. الله يخليك. دلوقتي انت عندك قصيده يعني